تخيل بقى دي فطيره رنجه. النهارده بقى يا جماعه هنجرب اغرب فطيره ممكن تجربها في حياتك وعمرك ما هتتخيل احنا هنجرب ايه. هنجرب فطيره بقول لك ايه، ادخل شوف يا جماعه. بصوا احنا في مكان اسمه فطيره، احنا في اوبن اير مول. هو كده ليه كذا فرع بس احنا النهارده كنا في اوبن اير مول، فطلبنا فطاير منهم فطيره عمري ما تخيلت انها ممكن تبقى موجوده او هاكلها قبل كده، وهي فطيره الرنجه. يعني دي فطيره جواها محشيه رنجه ومعاها بصل وفلفل، ده بمناسبه شم النسيم. فهل فطيره الرنجه ديت هتبقى جامده ولا مش جامده بقى؟ ده هي جواها كمان طحينه مع رنجه مع بصل مع فلفل اخضر، كل ده كومباينيشن جوه عجينه الفطير. تحس ان هي مش منحرفه قوي بس حلو، مش مثلا طعم عمرك ما تتوقعه، طعم سهل بدل العيش فطير لذيذه وممكن تاكلها. والرنجه دلعه شويه. ده كام من 10؟ اديها كام من 10؟ ممكن اديها 8.5 من 10. 8.5 من 10 بالظبط. خش على بعض يا باشا. هو يا جماعه عنده ايه كذا طريقه كده، اللي هو رول وعربي وريجلر ولارج. ده الرول، ده العربي. الريجلر واللارج لسه هنطلبه. دي بقى جواها ميكس جبن مع التركي والروز بيف، برضو ايه حاجه كولد كاتس كده. يعني عجينه فطيره مع انها ملفوفه بس هي رقيقه قوي، وفي نفس الوقت الكولد كاتس اللي جوه طعمها حلو. كفطيره ممكن مثلا ندي العجينه دي 9 من 10. الانجريدينتس قويه لذيذه، نقول ممكن تاخد 8 من 10 اللي لسه ما فيش التميز الخطير. يعني تعالى ناخد دي شكلها مبقلظه كده. هي العجينه كمان رقيقه قوي فده حلوه. ده كوردن بلو عربي، دي جواها كريسبي فرايد تشيكن مع التركي مع الجبن مع الفلفل الاخضر وتيستي صوص من فوق. عجينه خطيره. لا انا الكوردن بلو دي كيفتني قوي. يعني كمان حتى الايه الفراخ اللي جوه مع التركي مع الجبن مع التيستي صوص مع الفطيره الرقيقه اللي من بره، لا دي خطيره. يعني دي مميزه قوي وفطير مش مدهن كده. فلو بقى هندي ريتنجز يلا كده سريع بقى لي فتره ما بديش ريتنجز، بس النهارده قررت ان انا ادي ريتنجز عشان هبت في دماغي ان انا ادي ريتنجز. هدي اللي هي الكولد كاتس 8 من 10، رنجه 8.5 من 10. والله ممكن اجربها تاني قوي. يعني انا استمتعت بيها. فكره الطحينه مع الرنجه مع الفلفل مع الفطير ميكس جامد. الكوردن بلو بقى كده التوب بالنسبه لي 9.5 من 10. ونخش على اللي بعده. يلا تشيكن رانش سوبر سوبريم. تمام بس دي مش فطيره، احنا جايبين من فطيره بيتزا، بس هي بيتزا شكلها مختلف شويه بصراحه. يعني هي تحس ان العجينه رفيعه كده بالنسبه للبيتزا. يعني هي مش بان بيتزا، هي ثين بيتزا ومقرمشه قوي من الجناب وهي هنا من الظهر. عجينه لذيذه جدا، عجينه رفيعه قوي مستويه حلو، في نفس الوقت توبنجز كتير والفراخ كتير قوي والميكس كله مع بعضه لطيف. وصوص الرانش طعمه حلو، ايطالي في امريكي، توبنجز كتير وعجينه رفيعه. تعالى بقى نخش عشان دي ريحتها اول ما فتحناها كانت حلوه قوي. دي بيتزا سوبر سوبريم وفيها مشروم وسوسيس ولحمه مفرومه وبصل وفلفل وعليها زعتر من فوق وزيت زيتون. كانوا مدين ريحه حلوه قوي اول ما فتحناها. بس بيتزا بطعم ايام زمان. انا كنت بعمل بيتزا في البيت كده، كنت بحط عليها كل اللحوم اللي عندنا واروح حاطط موتزاريلا واروح حاطط زعتر من فوق. هي دي نفس الفكره بالظبط مع العجينه الرفيعه اللذيذه جدا دي. والبيتزات عندهم من 120 جنيه ل 210 جنيه. ايه اكتر واحده عجبتك فيهم؟ انا دي عجبتني اكتر اللي هي السوبر سوبريم عشان طعم الزعتر اللي باين والمشروم فريش وكده. كواليتي حاجه 10 على 10 بصراحه. والتشيكن رانش بالنسبه لي ممكن ادي التشيكن رانش 7.5 من 10. طعمها حلو بس تحس انها ما فيهاش المميزات الخطيره. السوبر سوبريم اديها 9 من 10. وانزل بقى مصطفى. جربنا الفطير الرول، جربنا البيتزا، نجرب بقى الفطير العادي بقى. فطير من فطيره. جبنا فطيره ميكس جبن، دي اكبر حاجه خالص، ده الحجم اللارج. جبنا فطيره سجق كيري دي الريجلر. جبنا فطيره تشيكن رانش. انا اللي استغربته ان المكان ده فاتح من 2012، بقاله 12 سنه فاتح. كان عتيق. هو مشهور قوي في الساحل. اوف ايه ده فطيره تقيله. لا يا لهوي، قطعه واحده وتموت. ميكس خضار مع جبن مع فطير قليل. هي احلى حاجه هنا ان انت ما بتحسش بالعجين، ما بتحسش العجينه عمال مش مليانه زيت خالص. دي فطيره سجق كيري قويه قوي، كيري كتير مع طعم السجق مع الخضار مع الجبن. والميزه ان هو بيحط نوعين جبنه في البدايه. اخر نوع فطيره حادق ونقفل بقى مصطفى وظبط بقى على الحلو وخلاص. التشيكن رانش. يعني التشيكن رانش في الفطيره زي الكوردن بلو جريلد مش فرايد. يعني التشيكن نفسها الفراخ مشويه مش مقليه. حلاوتها وتبقى فرايد. بحبها تبقى مقليه. واي نعم هي الفطيره لما بتبقى مقليه ممكن تخلي البريدنج يطرى شويه، بس انا ما عجبتنيش قوي بصراحه. فانا لو هنصنفهم البدايه بتاعتي هتبقى السجق كيري خطيره، نخش بعدها الميكس جبن للناس اللي بتحب الجبن. يعني مصطفى مثلا هيعشق دي طبعا، بس هي تقيله قوي. والاخيره هي يلا انزل بقى مصطفى. المهم يعني يا مصطفى ان احنا ايه بقى ننهي التجربه بتاعتنا في فطير. نزلنا فطيره لوتس ونوتيلا وفطيره سكالانس اللي هي بتبقى جواها حلاوه وقشطه وعسل ومربى. فطيره مشلتته. تعالى بقى نشوف ايه الفطيره اللذيذه دي عشان دي اكتر فطيره انا بحبها.
دي تقيله قوي، نفس الحكايه. ممكن 8 يخشوا فيها. هنشوف السكالانس، قطمه صغيره شويه بقى. اضرب السكالانس. دول مش تحلي بيهم بعد الاكل، دول تيجي تاكلهم يعني بس ما تكونش واكل. او لو انتوا 10 طلبتوا فطير هاتوا الاثنين دول بس. والله العظيم ده تقيله جدا، الطعم برضه فطير حلو قوي. دي بصراحه ريحتها جامده، وما اعرفش هل هميل لدول ولا اخد فطيره مشدده. عسل اسود بالطحينه. انا بحب بقى الفطيره اللي من فوق بس، هو بيحط عليها طحينه سك. حلو قوي، قشطه مع المش. ايوه مع لقطه عسل. اقسم بالله كومباينيشن خطير. قول لي بقى حميده اكل ايه من فطيره؟ انا عجبني حاجات الرولز اللي هي الصغيره ديت، اللي هي الرول والعربي، دول كانوا لذاذ قوي، لان تحس ان هي ايه فطيره خفيفه وفي نفس الوقت انت بتعرف تاكلها لوحدك. الفطير الثاني بيبقى كبير شويه. اكتر حاجه عجبتني كانت السجق الكيري والفطيره الميكس جبن، وفطير المشلتت والنوتيلا باللوتس. دول هم كده كده تقال، بس السكالانس دي تقيله قوي. المشلتت خطيره، تيجي بعدهم النوتيلا واللوتس، تيجي بعدهم السكالانس. وكده يبقى احنا جربنا فطيره. هو المفروض عنده 5 فروع في القاهره و4 فروع في الساحل. هو مكان النهارده اللي احنا جربناه فيه في الفود كورت في اوبن اير مول، وهو عنده كذا فرع برضه. هنسيب مصطفى بقى يسيب لكم الحاجات في الكومنتات. وبقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.